راه اش كيدير القاضي الجنائي؟ كيمشي لعند الطبيب، قوه الماده 76 وكاين 134 كاين بزاف ديال المواد في القانون الجنائي، كيمشي لعند الطبيب ضروري، لان الطبيب الخبره التقنيه كذا كذا. وحتى هذاك الشخص اللي تيكون فعالي راه يقدر يضلل حتى الطبيب بحركاته بسلوكاته بطريقته، يقدر اسمح لي هذا المصطلح اخوتي المغاربه، يقدر يقول الطبيب كيبقى يدير شي حركات في شكل، كاين اسئله كيجاوب عليها في شكل، ما يجاوبش على بعض الاسئله وهلم جرا. لهذا الطبيب كيعطي رايه وتعود الخبره للقاضي، كيبقى كلمه الفصل هو اللي عنده السلطه التقديريه. حتى ديك الخبره كتدخل في اطار السلطه التقديريه ديال القاضي، هي وسيله من وسائل الاثبات وكتخضع للتقدير والسلطه ديال القاضي، ياخذ بها ما ياخذش بها. يقدر يعيط للخبير، يقدر يكتب للخبير يقول له هذه النقطه باقا غامضه زيد وضحها لي، ويقدر كاع حتى دار الخبره ما بغاش كاع يستبعدها مره كاع القاضي ما بغى امام، لان القضاة في الممارسه بحكم احتكاكهم مع يعني المتهم المجرمين كتولي عندهم واحد التجربه كيفهموا، احيانا يقدر يفوت التطبيق بالخبره. على هذا كاين واحد المقوله تيقول لك القاضي هو خبير الخبراء، كاين مقوله كيقول لك القاضي هو خبير الخبراء، لان القضاة واعرين كيحتكوا مع المجرمين، المجرمين واعرين. انا كان معايا واحد في عكاشه كنت كنتلاقاه في الساحه، كنلقاه داير اللحيه ودايرها وعنده ديما كيبقى يكبي وعنده الدفال هنا، ما تقدرش تشوف فيه، ما تقدرش تشوف فيه. فمشي النهار اللي غنتحاكم انا في الجلسه لقيته داو معايا في القبو، حتى هو عنده لا شو اختار لابس فوقيه وتقبه بالكارو، هنا كتلقى تقباه هنا تقباه، وديك اللحيه كيبقى يدير بحال هكا وكيهبط الدفال، ما تقدرش تثق. كانت عنده 10 رجعها له القاضي، رجعها له 5 ولا بالمقاضي. المهم هبط لتحت حيدوا 5 بركه واحد طوبيس وبسيف وكذا، هو يعنقني خويا المداوي راه حيد لي 5 قسما بايات الرحمن اخوتي المغاربه. صافي مشينا ركبونا في الصافيت، كل واحد مشى بحالاته، دازت الايام انا خارج الزياره عند موالين الدار، وهو تا هو خارج الزياره حدايا في واحد الصف ولا يقول لي السي المداوي قلت له لاباس، درت هكا لاباس سلمت عليه وزدت هادشي بيناتنا عا شي 10 ايام ورا هذا الواقع قلت له لاباس كاين لاباس صافي طلعت فيه بحال هكا، هو عارفني قال لي السي المداوي قال لي واش ما عرفتينيش؟ قلت له اسمح لي قال لي راه انا هو فلان معك فسحه 15 الواقعات الطوبيس لي بالله الذي لا رب سواه، لا علاقه بداك الشخص اللي تقيبات اللحيه شكرت وجهه ولا مواطن صالح لانه يخرج بقى الوالو يخرج كندوز بزاف. وثم كاين الناس كانوا معايا في السجن، واحد سمحوا لي على التعبير شويه قاصح، واحد كان معايا حنا كنا الفسحه حشاكم ودار نشاطه البيولوجي داروا وسط الفسحه، واحد عطيته كنسمع انا الله يرحمه الحبيب كنسمع طق 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 المينطوه ضربوه من اللور حيت هو كيشرب الكينه مره وقاتل مسكين امه، السيد مقطع الا ما الكينه معروف هذا تقول له جيتوك عجبوني حمق. وتصور انسان حنا جالسين في فسحه الناس موجودين وكتجي انت كدير نشاط بيولوجي وكتعرى وجالس الشر قدام واحد لحظه كان طق طق مشيت مع عمري ومعاه مسكين هو فاقد وحماق وداك الشيء داك المين وطلور وداو قدام الحيط ودار الحيط وبقى وطلبنا عليه والله العظيم مسكين طلبنا عليه وتحيد عدد من السجناء ماشي انا زعما بوحدي السجناء بزاف شي الموظفين ولاد الناس قلنا لهم السيد راه فاقد حنا الله يجازيكم بخير طلبنا عليه مساكن وحيدوا المين الله يرحم السي الحبيب في هذا الناس كان ولد الناس. والحبيب هنا غنتفكر واحد الواقعه مهمه، ها انتم الحبيب هذاك السيد اللي ضربوا قتلوا داك السلفي ضربوا قتلوا شفتوا الفيديو راه هذيك انت غتبان لك داك الموظف ساقو خاوي لا كتعيش انت واحد السنوات مع السجناء الدنيا هانيه كتيق كيجي غير حادث واحد حادث واش غنقولوا اداره السجون هي لا اداره السجون عاطيهم تعليمات كاين موظف كيبني واحد العلاقه مع السجناء ماشي سوق خاوي ماشي المؤسسه كلها سوق خاوي. اذا من يوقع بحال الحادث ديال مراكش ماشي راه اداره الامن كلها غتمشي بحالاتها والامن ما بقى كيدير والو سوق خاوي لا ديك خاصو يناقشوا في حينه ويكون فيه التواصل وما نخليوش الناس فريسه للاشاعات لا افريقي لا ماشي افريقي لا الامراض العقليه انا بعدا كيفاش غدير الامراض العقليه شكون هذا اللي عيصيفطوا الامراض هذا انت امام جريمه سرقه طوموبيل هذا امر موكول للقضاء شكون هو هذا الشخص اللي غيصيفطوا راه هو القاضي الجنائي وفوش من جلسه داز هذا واحد قاعد من داز باش صيفطوا كيقول لك صيفطوا الامراض العقليه بغيت نفهمها كيف كتصيفطي الامراض العقليه واش البوليس كيصيفطوا الامراض العقليه ياك البارح بالليل عاد من تعرض شكون هذه الجهه راه الجهه هو قاضي الجنائي هو اللي كيحيلو هو اللي كيدير خبره طبيه ويشوف وعادي يبان له واش غيصيفطوا ولا ما يصيفطوش ولا كان واحد الشخص دار جريمه من بعد تخروع عاد ديك السيد القاضي الجنائي عاوتاني كيشوف على حسب الحاله كيصيفطوا للطبيب كيصيفطوا فين يتعالج ويتعالج خصو يرجع يكمل ملتمس من النيابه العامه تعرف خصو يرجع يكمل المحاكمه ديالو. واش كتفكركم الدنيا سايبه انا ما فهمتش الناس اللي كيجيو كيهضروا بحال ديك المره الكلب ميت ديال داك بالنسنس ولا شنو والمشرع كيهضر لك على بطر الكلب بطر اما قتلوا اما بطروا هذا تيقول لك الكلب ميت الناس كيولي حق عاس تبز المشاعر وراه عندنا القانون ماشي استفزاز المشاعر ديك الاستفزاز ديالها هي في نص قانوني لا حق المس كيفاش مس ما فهمتهاش كلا باش مس عرفتي كلمه مس فضفاضه بحال ديك ديال يعني بعض الكلمات اهانه كلمه تخشي فيها اللي بغيتي مس بالدين كيفاش مس ولا جينا نمس عشان ما كيمس بالدين الاسلامي عرفتي شحال جيتي تصدق على البيران في المغرب يلاه ماشي مس بالدين الاسلامي راه جامع على البارد حتى داك الا بغينا نديروا مس حتى داك مس يلاه مسلمين خارجين حتى هو مس لا جيتي تبقى تناقش بهذه الطريقه واصلتي ومشيتي في واحد التحليل واللي كياكل عاوتاني ما عرفت فين عتولي في واحد المتاهه والدليل هو اليوم هادشي ديال بالنسبه شوف انا اعتقدت بان الامر فيه بطر واحد الكلب ديال الحراسه
خصو يكون ديال ملوكي الغير، ولا ناقش هذا الامر في حلقه اخرى. اليوم كذلك كنلقاو الناس فريشه نتيجه لضعف الثقافه القانونيه او غياب المعلومه القانونيه او غياب التواصل، ومن افريقيا لا ماشي من افريقيا. دابا السؤال المهم اللي خصكم المغاربه تنتبهوا، اهم نقطه وارجو من اداره الامن يتسع صدرها هذه الملاحظه، في جميع الروابط كنلقى واحد العباره: اين اعين التي لا تنام؟ هذه اكبر جمله ضرتني، واصحابها غير موفقين طبعا. كيفاش اين اعين؟ صور طنوبله وفينا العيون التي لا تنام والعيون التي، وهي وقعت ميريكان في استراليا، ياك ميريكان وقع فيها القوه والناس كيديروا طنوبلات البوليس وفي استراليا وتقع. ولكن السؤال، الا نتحمل نحن ببعض الصحافه وبعض كذا من كنقولوا الاعين التي لا تنام؟ واش البوليس ما كيديرش خدمته في المغرب؟ كيدير خدمته بحالو بحال الجندار، بحالو بحال الجيش، بحالو بحال موظف السجون، مسؤول كيلعب واحد الدور كبير. ولكن ملي كنرسموا واحد الصوره اسطوريه فوق القياس، كيجي حديث بحال هذا نخليو الناس يقولوا اين الاعين التي لا تنام؟ قلت علما ان الاعين التي لا تنام راه عباره ما خصهاش تقال في الدول، كانت كتقال في اساءه لبعض الدول. ما معنى لا تنام؟ انها دوله بوليسيه كتخنق الناس، مراقبه الناس، روايه ديال جورج اورويل اللي عقل ديال 1984. ولكن هنا في الناس في المغرب حيت ما مطالعينش قلبوا الايه وهي تضر. كاين شي عين ما كتنامش ديال البشر، كيفاش عين التي لا تنام؟ اليوم حادثه ديال مراكش اللي كيوقع في استراليا وفي امريكان، الناس ولاو باين. السؤال الثاني، شكون هما هذوك اللي كيستعملوا؟ شكون هما هذو الناس اللي حادث صغير وكيبغيو يسيئوا لمؤسسه الامن؟ واش ناس خايبين ولا ناس غضبانين او ناس مدسوسين؟ هذا كيحتاج لدراسه. واش حنا في المغرب واش ما كنتحملوش مسؤوليه؟ ملي كيوليو بعض المشهيرات والمشهيرين معروف فمهم خايب وبدون الاخلاق وكيوهموا الناس على انهم محسوبين على الامن، واش ما كنجلبوش واحد الفتور فابور وكيلقى الناس هاد الفرصه كيولي مستني على البوليس فين يشدوه في الدار؟ اي مع الامن هكذا، هذا هو حديث بسيط. هنا خصنا نحبسوا نقولوا ها الخطوره ديال دوك المشهيرين اللي كيهضروا بلسان الامن ولا بلسان الجندار ولا الموظفين ولا بلسان القضاه ولا سير بحالك، كيجيب لك على المضره، كيجيب لك على الاذى. ودابا كتبان سيروا جميع التعاليق، اختار الرابط اللي بغيتي. ولا واحد قبل الروايه ديال هذاك السيد راه من زابوره، ولا واحد قبل الروايه ديال ان هذاك السيد راه مختل عقليا. كلشي كيقول لك في العفو يخرج، كلشي تيقول لك هذاك راه ما يوقع له والو، كلشي باغي. لماذا الناس باغي الخدمه في البوليس؟ لماذا؟ الا كانوا هاد الناس ذباب الكتروني مع شي سؤال فين هو الناس اللي مع البوليس يكتبوا ضد؟ ما كاينش. علاش؟ لان عدد من الناس اللي كيلاصقوا بحال حامل راس، دوك اللي كيلاصقوا في المؤسسه الامنيه صح، هذو اللي كنقول لهم انتم تسيئون. انا كنشد بمنتهى الاحترام المؤسسه ديال الامن والتقدير ليها والمجهودات والناس اللي فيها قواعدا وقياده، رجاء خذوا من هذا اخويا دافع البلاد. واش انت دابا واحد كتلقى عليه انه خدم سميت هذيك البدويه، راه قال هذاك شي واحد راه كيعرفوا بعضياتهم داك ديال ما عرفت كيقولوا الزروال، هذيك البدويه كيقول لك اسيدي على حساب روايته انا لا اتبناه، ما كيهمش شحال حيت الاشاعه الخدم عندها 16 مليون، واحد 15 مليون، يلاه واحد تخيل هذاك المشهير بميريكا، واحد اخر خرج كيقول له خديتي 30 مليون، خديتي من عند مولينكس 150 مليون، خديتي من 40 مليون، خدا 50 مليون. ويلي واخا هادشي كله وباش جمعت امتي على ضلال هذا وهذا وهذا وهذا، وفي الاخر كيدير صورته صوره الحموشي قد بكوستي بويه قامه واحده، وهذاك مدير عام الامن الوطني. واش انا ما نجيش واش انا كاي واحد في هذه البلاد نعيط على ذاك المحامي ديالو، هذا الاستاذ هذاك المحامي ديالو صاحبه على الاقل في اطار عادي، الله يخليك دافع على البلاد دافع، راه كيسيء والحموشي ما عرفوا في القد. ولكن الناس باش عارف الناس كيشوفوا كيدير صورته صوره الحموشي ماشي مشكل، تكون عا صورتك نقيه وها هو كيشد الفلوس عند هذا، كيسب الناس، كيخسر الهضره، كلام نابي، كيتكرفص على كذا، وكتجي انت كتبان لك اداره الامن دايره مجهود، الابواب المفتوحه، اداره المواطنه كتوريك هذاك واحد السيد كله شبهات، سير بعيد مني تيوسخ. اش كيوليو الناس ملي هذا كيبغي يدير راسو مع الامن، كتجي واحده اخرى كتقول على بوانو حمار، وكتقول لك على نبينا منير بتصيل تما، كتقول لك على فلان تخسر الهضره من الصمت لتحت على الصمت لتحت، وجا ذلك عاوتاني على الاداره العامه والامن. اش كيوليو بعض الناس؟ كيوليو الناس كيعتقدوا انهم ديالهم، كيوليو الناس يحقدوا على ادارتنا، على البوليس ديالنا، كيوليو الناس كارهن. كتجي واقعه بسيطه بحال هذه كيبغي يخرج فيها اللي عنده في قلبه، العين التي لا تنام. علاش؟ راه فرنسا كيوقع فيها هادشي، راه خطا بوليسي وقع حتى في امريكا حتى في الالمان، ما عندها حتى شي علاقه. واش اخوتي المغاربه كنتبيطوا؟ واش الا قلنا هذا الكلام؟ واش الا قلنا لكن شوف انا واحد الانسان واكل وشارب، واش غنبغي نتخلى على الماكله والشراب؟ دابا اللي خدام بالتشهير واش يخليني يحملني هادشي اللي كنقول دابا؟ شكون اللي دابا غتلقى كلهم مسؤولين الامن والدارك اللي كيشوف فيا دابا يقول لك والله سيدي اللي عنده كنختاروا على هذا الكلام صحيح، ولكن كاين واحد اخر قصدي له مصلحته، شكون اللي جاي مع هذا الرباح؟ اكيد الشرف يا خبيز اللي واكل من هذا الخبز يقبلني، واش غيدير يبقى جالس معطل يجي يتسوي الاساس ولا تخدم ولا ما نخدمش؟ انا دي خدمه عندي انا اللي كناكل، سيدافع على مشروعه. كيفاش غيدافع؟ يأذيني غيبغي يعبأ، هذا مشروع، ولكن هو مشروع بار، نحسن النيه في اصحابه، ولكنه مشروع بار. انا المني هذه الواقعه ديال هذا حادث بسيط، وعين التي لا تنام، كلشي كيسب وباغي بلادهم صحه وباغي يبين للمؤسسه، لا خطا يقع. ولكن السؤال لماذا الناس دايرين هكا؟ علاش؟ لاننا لا نتواصل.
واش عباد الله واقعه بحال هذه ما يتواصلش فيها؟ والنيابه العامه ما هضرش مع البوليس، النيابه العامه، لان الماده 15 قانون المسطره الجنائيه تخاطب النيابه العامه. وكان عندي الوقت نجبدها لكم، مشيروا للقانون المسطره الجنائيه راه واضحه